انت في الزمالك يا كابتن شيكابالا، ولازم تعترف ان المشكله عندكم في نادي الزمالك، في اداره نادي الزمالك. لازم تحطوا ايديكم على المشكله عندكم عشان تحلوها. انتوا مش باصين على المشكله، انتوا باصين على النادي الاهلي دايما، وده غلط. بص على النادي الاهلي عشان تقدر تحصله او تقرب منه، مش تبص عليه ان انت تقعد تعلق عليه شماعه فشل النادي عندك واداره النادي عندك. مش مسؤوليه النادي الاهلي، مش بتاعه النادي الاهلي. مثال، انت الزمالك اتغلب في الكونفدراليه مع انك كنت قريب جدا من فريق ما حدش يعرف عنه حاجه، اسمه شيرين بوش او شايرين بوش، حاجه كده، فريق ما حدش يعرف عنه حاجه. اتغلبت. هل النادي الاهلي ليه يد في ده؟ رغم ان انت في البطوله الكونفدراليه كنت قريب جدا، بس اتغلبت من فرق مش معروف. يعني المشكله فين بقى هنا؟ الاهلي يعني ايه علاقته بالموضوع؟ اتغلبت في الدوري المصري من انديه وفي مطوشه بلا داعي وبشكل عجيب. هل الاهلي ليه يد في ده؟ ان انت اتغلبت المطوشه دي؟ هل دعمك انت كنادي الزمالك لبيراميدز الغير مبرر الاهلي ليه يد فيه؟ شيء غريب يعني. انت لازم تتصالح مع نفسك يا كابتن محمود شيكابالا، عشان الباقي انت راجل جماهيري، عشان الباقي عندك يبدا يتصالح مع نفسه وتظهر الصوره بوضوح وتعرفوا العله فين والمشكله فين.